السلام عليكم إخواني وأخواتي. حديثي معكم هذا سوف يختص إخوانكم في تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، وهم شعب الأيغور، الشعب الملاحق أينما فر، والمهدد بالإبادة والموت ونزع حضارته الثقافية وهويته الإسلامية. الأيغور يواجهون السجن والتعذيب والموت والترحيل لمعسكرات إعادة التثقيف الصينية لإعادة تشكيل عقيدتهم الدينية وتأثرهم الثقافي بحضارتهم. أيضا يتم إجبارهم على عدم تعلمهم دينهم، ويتم منعهم من احتراز حتى أدوات الصلاة أو مصاحف القرآن الكريم وما إلى ذلك. شباب الأيغور تحت سن 18 ممنوع من الذهاب إلى المساجد للصلاة. يتم إجبار مسلمي الأيغور على الإفطار في نهار رمضان. أيضا يتم إجباره على شرب الخمور والمحرمات. يمنع نساء الأيغور من ارتداء الحجاب أو حتى الزي الإسلامي الكامل الاحتشام. اضطرت نساء الأيغور في الآونة الأخيرة للزواج من الصينيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. إخوانكم ممنوعون من تسمية أبنائهم بالأسماء الإسلامية. أما عن أطفال الأيغور المعتقلين، تقوم الحكومة الصينية بجمعهم وإرسالهم إلى ملاجئ ومدارس صينية داخلية من أجل تصيينهم. هناك ما هو أفظع من ذلك. الأيغور يواجهون أبشع جرائم الاحتلال الصيني كل لحظة، في حين استمرار تجاهل العالم التام لصرخاتهم. رجاء ابحثوا أكثر لتعرفوا أكثر عن قضية الأيغور. أحفاد البخاري والخوارزمي وابن سينا والفارابي والترمذي وكثيرا مما أخرجت هذه الأمة من علماء. ثم ادعموا الأيغور.